المقتطف ديال اليوم هو من كتاب قوانين الطبيعة البشرية ديال الكاتب روبرت جرين. في هذا الكتاب تذكر روبرت جرين أنواع الناس التوكسيك اللي خصك تهرب منهم. الناس التوكسيك ماشي بحال الناس القباح والمجرمين اللي ساهل تعرف الشر ديالهم. توكسيك يقدر يصيدك وما تعرفش راسك تصيدتي حتى يكون فات الفوت. داكشي علاش خاصك تسلح بمعرفة هاد الأنواع وتحظي إلا بانوا لك العلامات ديالهم. هاد العلامات تيبانوا مزيان في الأوقات الصعيبة. الإنسان يقدر يلبس ماسك ويمثل شخصية ماشي ديالو، لكن في الستريس وفي الأزمات الشخصية الحقيقية تتبدا تتعرى. أجي نشوفوا أمثلة ديال الناس التوكسيك. رقم 1 الحساس. لا ماشي داكشي اللي فهمتي، تنهضر على داك اللي عنده إحساس مرهف ولكن غير تجاه راسو. أي حاجة قلتيها ولا درتيها يقدر يعتبرها ضده، تيبقى شاد في قلبه لمدة طويلة. انت ما فراسك والو وما قصدتي تضرو بوالو وهو مازال شعلى فيه العافية على والو. هاد الحساس تيتربى عنده إحساس زوين. هاد الحساس تيتربى عنده إحساس في صغرو أن والديه ما عطاوهش بشكل كافي داكشي اللي كان محتاجه، سواء حب ولا اهتمام ولا حوايج ماديين. من تيكبر تتبقى عنده هاد العقدة، وأي حاجة تتفكروا بداك النقص تيولي تيبغي الناس يعطيوه بلا ما يطلب. تيكون بحال النمس ديما حاضي واش انت مهتم به، واش محتارمه، واش تعطيه داكشي اللي بغى. الحساس عاجلا ام آجلا تينفر منه الناس، ومن تيهربوا منه الناس تتزيد الحساسية ديالو وتتزيد خيبة الأمل ديالو. معمر الحساس يعترف أنه هو اللي دار العيب، ديما غيشوف راسو هو المظلوم. الحساس ديما غيحسك أنك انت المذنب. ما تجبدش الصداع مع شي حساس، الذاكرة ديالو بحال ديال الجمل، يمكن ينتقم منك من بعد سنوات وسنوات. الأفضل هو أنك غير تعيق بشي واحد أنه حساس، هرب منه. رقم 2 مول الدراما. مول الدراما عنده بزاف ديال القصص وعزيز عليه التعاود، يعجبك تريح معاه وتسمع الروايات العجيبة ديالو. القاسم المشترك في الحكايات ديالو هو أنه ديما تيكون الضحية. هذه هي الطريقة اللي تيحاول يكسب بها عطف واهتمام الناس. هذا النوع من صغره هو تيدير الدراما باش يجبد اهتمام الوالدين، وبقى تيتعامل بحال هكا من كبر مع أي واحد. خاصك تهرب بالزربة من هذا النوع قبل ما تميكسا في الدراما ديالو ويولي صعيب عليك تفارق معاه، حيت غتحس بالذنب أنك تخليتي عليه. رقم 3 مول البلانات. هاد النوع فيه الهضره بزاف، عنده ديما افكار، عنده بروجيات، محتاج غير اللي يوقف معاه ويعاونه. هاد النوع ماشي خطير ولكن غيضيع لك وقتك وغيسطيك. مول البلانات ما عندوش الشجاعه والقدره باش يدير المجهود اللي خاص يدار، لكن في نفس الوقت باغي الناس يكبروا به وتكون عنده واحد القوه وواحد السلطه. مول البلانات الا دخلتي معاه في المعقول ديما غيهرب وغيحمل مسؤوليه الفشل للاخرين ولا لشي حاجه، المهم ماشي لراسو. رقم 4 الامير والاميره. هاد النوع عنده كاريزما ديال الامراء نيت، تيكون كالم، تيكون واثق من راسو، غتولي دير معاه الرب ديال المزيان بلا ما تحس. هاد النوع خطير، تيعرف كيفاش يستعمل الناس باش يقضيو ليه المصالح ديالو. هاد النوع تيكون عاش في صغرو ستاج الوحش ديال الفشوش وبقى محتاج داك الفشوش واخا كبر في عمره. غتلاحظ بعض المرات انه الا ما خداش شنو بغى غيولي يدير تصرفات بحال شي دري صغير. الا كنتي في علاقه عاطفيه مع هاد النوع غتحماق، حيت انت والعلاقه غتوليو عبيد عنده. هاد النوع ما عندوش القدره يواجه مصاعب الحياه، يا اما تيدير المانيبيولاسيون لشي واحد باش يخدم المصالح ديالو، او لا تيولي مدمن على المخدرات ولا الشراب ولا شي ويل باش يقدر يعيش. الا كنتي مع هاد النوع وتتحس بالذنب الا ما عاونتيش، يعني راك مصيد وخاصك تهرب في اقرب وقت. رقم 5 الطريف كي الخريف. ما تنهضروش على دوك الناس الطريفين بشكل عادي، تنهضروا على داك النوع اللي زايد نغزه في الظرافات والكلام المعسول والمجاملات. داكشي زايد. هذا التعامل الزوين ماشي حيت هو ظريف وتيبغيك بصح، لكن هذا النوع ديال الحمايه لراسو. غالبا تربى فيه هذا الميكروب حيت والديه كانوا صعاب بزاف، والطريقه الوحيده باش يحمي راسو من العنف هو يسبق الضحكه الزوينه والتعامل المزوق. هذا النوع تيكون بطل العالم في الكذوب، تيهضر مور ظهرك وما كراهش يفرشخك في الحقيقه. ديما كون على بال مع هذا النوع حيت غيجيك منه الغدر من ما تكونش متوقع. رقم 6 المنقد. هاد النوع نهار تتعرف عليه تتفرح بزاف، حيت غيدير كل ما في جهده باش يعاونك، باش ينقدك. غتفرح انه
اخيرا لقيتي اللي يفهم المعاناه ديالك. ديما غتلقى حداك بالنصائح، بالحلول، استراتيجيات، غيوريك شنو دير، شنو تقرا، شنو تاكل، كيفاش تريني. سنهضر على راسي وقيله. هذا النوع تيكون غالبا عاش واحد الطفوله صعيبه، كان مثلا هو اللي مكلف بمو ولا باه ولا خوتو، ففي عوض ما ياخذ هو العنايه كطفل كان هو اللي تعطيها. ذاك الاحساس بالنقص في العنايه حولوا الاحساس بالقوه من العنايه والانقاذ اللي تيدير هو مع الاخرين، فولات يحتاج يكون هو في الكنترول، تيبغي ينقذ الناس ويبقاو تحت الكنترول ديالو. غتلاحظ الطبيعه الحقيقيه ديالو الا درتي العكس ديال شنو قال لك، ولا الا بغيتي تخرج شويه من القوقعه اللي زيرك فيها. هذا النوع ما تخليهش ينقذك، قول ليه يمشي ينقذ راسو. رقم 7 المزوق من برا، واش اخبارك من الداخل. هذا النوع وهلي على الانسانيه والاخلاق الحميده والشعارات، فارس من فرسان العداله الاجتماعيه. من برا هذا الشيء في الواقع تتلقى تناقضات، تتلقى المصايب، تتلقى حياه سريه عامره بالاوساخ. هذا النوع عاش معاناه في صغره، كان ديما تيتعاقب على الرغبه الكبيره ديال المتعه اللي عنده. من كبر ولا تيكره الناس اللي مبرعين وتينتقدهم بشده، وتيجر معاه بزاف ديال الناس اللي تيشوفوا فيه القدوه ديالو. الحقيقه ديال هذا النوع مختلفه تماما. هذا النوع ما كراهش يكون في بلاصه هذاك اللي تينتقد، وإلا حفرتي غتلقى العجب في حياته. من الاشارات الواضحه باش تعرف هذا النوع هو غتلقاه حاضي حياتك بحال شي بوليسي، هاز ديما زرواطه ديال الاخلاق، وما غتلقاش عنده شي تعاطف حقيقي معك. رقم 8 المحساد الخطير. هذا من أصعب الأنواع اللي نقدروا نعيقوا بهم. الدليل هو أن كلنا بدون استثناء دايرين بينا دابا ناس حاسديننا على شي حاجة وحنا ما عايقينش بهم. المحساد ما غيجيش عندك نيشان يقول لك أنا حاسدك، كلنا تنحسوا بالحسد تجاه ناس اللي عندهم شي حاجة ما عندناش. هذه حاجة طبيعية، ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو من تيتحول الحسد لرغبة باش تضر الآخر. هادشي علاش خاصنا نعرفوا واش تنتعاملوا مع شي محساد خطير اللي يقدر يخرج لينا على حياتنا. لحسن الحظ كاين علامات يقدروا يعاونونا. اول علامه هي العين الخداعه. العين ديال المحساد الخطير تتخونو، ما يقدرش يخبعها. الا قلتي ليه شي خبر زوين على راسك، مثلا زادوك في الخلاص، ربحتي شي حاجه، درتي علاقه عاطفيه، غتلاحظ بالزربه في عينه واحد الحزن، واحد خيبة الأمل، وحتى في التعبير على الفرحة المزورة ديالو غتبان أنها ما خرجش من القلب. العكس إلا قلتي ليه طرات لك شي حاجة خايبة، عينيه غيبرقوا، غيبان فيهم واحد البريق ديال الفرحة. العلامة الثانية هي المدح المسموم. بحالاش نقولوا مثلا نجحتي في شي بروجي، كتبتي كتاب ولا درتي شي لعبة والناس عجبهم شنو درتي، المحساد الخطير غيلوح لك مدح ولكن فيه السم. غيقول لك مثلا غتدخل العاقه صحيحه عشيري، عرفتي كيفاش دير الفلوس، برافو عليك. بحال الا انت زعما درتي داك البروجي على ود الفلوس، غيخلي دماغك مخربق. هو راه مدحك ولكن كاينه اجنده سريه مورا داك المدح. بعض المرات المدح تيكون لداك الشيء اللي ضاع منك، مثلا الا جراو عليك من الخدمه غيقول لك دوماج كانت خدمه واعره. العلامه الثالثه هي الهضره في الناس، اللي تيعاود لك القصص الخايبه والاشاعات على الاصدقاء المشتركين، عرفوا انه تيهضر عليك في ظهرك بنفس الطريقه. الهضره في الناس بالخايب علامه ديال الحسد. العلامه الرابعه والاهم هي الجذب والدفع. شنو تنعنيو بها؟ المحساد الخطير اللي حاسدك تيبغي يتصاحب معك ويولي عشيرك وتفتح ليه قلبك باش يضرك، تتلقاه تيتلصق فيك، باغي باي طريقه يولي صاحبك، يولي قريب منك، تيعمرك في الاول بالاهتمام وبالمجاملات المبالغ فيها، تيحاول في هذا التقرب منك انه يعرف اسرارك ونقاط ضعفك. غير تيوصل لداك الشيء اللي بغا تيولي ينتقدك، تيحسك بالذنب، من بعد تيرجع يدير معك زوين، ومن بعد تيرجع يعطيك للراس ويرجع زوين عاوتاني، وهكا غادا. والانتقاد تيكون ديما النقاط الضعف في شخصيتك، ولا لشي حاجه قلتيها ولا درتيها وندمتي عليها. المحساد الخطير داير بحال شي محامي الهجوم، بحال اللي تيصوب واحد الدوسي كبير ضدك باش يصفيها لك. نهار تتعيا وتتبغي تدافع على راسك ولا تنتقده هو نيت، تيقلب عليك الطبله وتيقول للناس كاملين اسوأ ما كاين عليك. المحساد الخطير هكا تيدير ديما، تيتصاحب مع الناس اللي حاسدهم على شي حاجه والهدف ديالو هو يعذبهم وينتقم منهم. كاين بزاف ديال الانواع الاخرى توكسيك في الكتاب ديال روبرت غرين، نخليكم نتوما تقراوها الى مهتمين بها.